بتوافق على اي وظيفه تجيلك، حتى لو كنت هتشتغل جليسه اطفال وتبات في بيت غير بيتك؟ اصلك محتاج الشغل جدا، بس تفتكر ممكن تلاقي ايه هناك في البيت اللي هتسكن فيه؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي في القصه دي. قصتنا بعنوان اللعنه، والقصه بتقول: انا عندي 25 سنه، اتخرجت من 3 سنين ومش لاقيه شغل ومؤهلي خالص يا جماعه. هعمل ايه يعني؟ محدش محتاج تخصصي، هموت نفسي يعني؟ 4 سنين دراسة وقرف وطالع عيني، والاخر ملاقيش شغل. المهم كنت محتاجة فلوس بأي شكل. انتوا عارفين بقى احتياجات البنات، احتياجاتنا كتير وطلباتنا اكتر مش بتخلص اصلا. المهم وانا قاعدة كده على الفيس لقيت اعلان في جروب للتوظيف، كان مطلوب جليسة لبنت مريضة عندها 20 سنة، مشلولة ومش بتتكلم. المرتب كان حلو قوي، المبلغ كان مغري قوي، وانا محتاجة بقى بأي شكل. مش هنكر، كلمت صاحبة الإعلان على الموبايل عشان أعرف تفاصيل أكتر عن الوظيفة. عرفت إن البنت عندها شلل كلي، المطلوب إن أقعد معاها لمدة 4 أيام. بصراحة كان المرتب حلو قوي، وافقت. البنت يتيمة، ما عندهاش حد غير أختها اللي بترعاها، وهتسافر أسبوع ومينفعش تقعد لوحدها. طبعا في حالتها دي صعبة قوي. رحت لها تاني يوم على العنوان اللي اديتهولي. كانت عايشة في فيلا صغيرة وجميلة، شكلها كانت مستناني من بدري، كان باين عليها انها مستعجلة. دخلت معاها اوضة الضيوف، بدأت تتكلم في التفاصيل بسرعة. قالت لي: سهل، اهم حاجة بس تلتزمي بمواعيد الاكل والعلاج اللي محددة ليكي في الورقة دي يا انسة، وده المرتب اللي اتفقنا عليه. لازم اسافر دلوقتي، سلام. ايه ده؟ هو في كده؟ دي حتى ما خدتش بطاقتي. انا قلقانه من اسلوبها ده، في حاجه غلط كده، احساسي بيقول لي في حاجه غلط مش مريحاني، بس هعمل ايه؟ اول ما شفت الفلوس نسيت كل القلق اللي جوايا خالص، وما سالتش عن حاجه. ورتني اوضه اختها وقالت لي: هي نايمه، مش هتصحى غير بعد 4 ساعات، تاخد العلاج وهتاكل وهتنام تاني. هتيجي ممرضه هتغير لها الحفاض وتحميها مرة الصبح ومرة بالليل. أنا عارفة إنك ممكن ترفضي حاجة زي كده يا أنسة. الصراحة أيوة، طبعا هرفض، مكنتش هستحمل. هزيت راسي وقلت تمام، وحمدت ربنا إن الشغلانة ما راحتش مني. البنت مشيت وأنا فتحت الورقة، كان مكتوب فيها مواعيد أكلها وميعاد العلاج، كل حاجة جاهزة. بسخن الأكل، في طباخة بتعمل الأكل الصبح. بس غريبة قوي، هي الطباخة ليه ما بتباتش مع البنت، ولا حتى الممرضة اللي بتغير لها وتنظف لها؟ غريبة، في حاجة في الموضوع ده، بس أنا مالي، ضاع الخلق للخالق. ميعاد العشاء بتاعها جه، رحت صحتها أكلتها واديتها العلاج، ورحت أتفرج على التلفزيون لغاية الساعة 1 بعد نص الليل. وهنا سمعت صوت باب بيخبط بصوت عالي أوي من فوق. رحت أشوف في إيه، لقيت باب أوضتها مفتوح على الآخر. افتكرت إني نسيت الباب مفتوح. بصيت على الأوضة، لقيت بنت واقفة قدام المراية، لابسة فستان فرح أبيض وبترقص. كانت نفس البنت المشلولة، كانت واقفة ومبسوطة قوي. قالت لي وهي بتضحك بطريقة غريبة: أنا حلوة، أنا حلوة في الفستان الأبيض، مش كده يا منار؟ بصراحة أنا اترعبت قوي، أنا اترعبت منها. دي كمان عرفت اسمي، وازاي اتحركت ووقفت وهي مشلولة؟ دي المفروض مش بتتحرك ولا بتتكلم. من كتر الرعب كنت خلاص هقع من طولي، مش قادرة، مش قادرة احرك رجلي، مش قادرة اتحرك من مكاني. قربت اكتر مني وقالت لي كده بصوت عامل زي صوت الافاعي في وداني: انا ما بحبش اختي، نفسي تموت وارتاح منها، نفسي تموت وارتاح منها قوي، انا بكرهها، انا بكرهها جدا. صراحة كنت هموت من الرعب، بس سألتها بتوتر وانا قلقانة: انتي بتتحركي وسليمة؟ انتي مش مشلولة؟
انا مش فاهمه حاجه. قعدت تعيط وقالت لي انا بكره اختي قوي، هي اللي عملت فيا كده، ربنا ياخدها، هي انانيه قوي، مش بتحب غير نفسها. كنت بمشي وبتحرك واروح كليتي كل يوم واخرج واتفسح مع صحباتي لحد ما في يوم حبيته وكان كل حاجه في حياتي. وهنا سكتت عن الكلام ومدت ايديها بعروسه قماش شكلها غريب، بس تقريبا العروسه شبهها. ايه ده، هي مش عارفه ان العروسه شبهها؟ بس العروسه كانت متخيط بقها بخيط اسود وفي دبابيس كتير مغروسه في رجلها، شكلها مخيف قوي، شكلها وحش قوي. اديتها لي امسكها في ايدي، مسكتها وانا مش فاهمه حاجه وشاورت لي على المرايه. شفت مشهد غريب جدا في المرايه كاني بتفرج على التلفزيون. كانت اخت البنت المشلوله بتقص كام خصله من شعرها وهي نايمه، وبعدين اديتها لست عجوزه شبه المشعوذين كده. الست العجوزه كانت ماسكه في ايديها العروسه القماش اللي انا ماسكاها دلوقتي، قطعتها من نص بطنها وحطت الشعر جوه بطنها وخيطتها، وبعدين فتحت البق وخيطته تاني، برضه الرجلين عملت نفس الحكايه. بعد كده حطت العروسه في جردل في حاجه لونها اصفر وفي حاجه لونها صفرا غريب كده. بعدين خرجت العروسه اللي خدت شكل البنت المشلوله بالظبط. مش فاهمه، انا مش فاهمه حاجه. بعدها كل حاجه اختفت مره واحده من قصادي. فتحت عيني لقيت نفسي قدام التلفزيون، مش فاهمه اي حاجه. ايه اللي انا شفته ده؟ اكيد انا نمت وحلمت، اكيد ده كابوس انا حلمت بيه. الغريب ان نفس الحلم ده كنت بشوفه كل يوم. في اخر يوم ليا في البيت شفت البنت في اوضتي. كنت دخلت نمت الساعه 11 بعد ما اكلتها وخدت العلاج. دخلت انام، معرفتش نمت قد ايه لما شفتها في الاوضه. كانت ماسكه جردل في ايديها وفي حاجه بلون الدم، وعروسه غريبه على شكل اختها بالظبط. اديتها لي وقالت لي انا عاوزاها تموت وانتي الوحيده اللي هتساعديني عشان انتي حره. معلش انا بتواصل معاكي بالتخاطر الذهني، ساعديني انتقم منها. هي مش في البيت، هتعملي العروسه زي ما هقولك وتحطيها في اوضتها، ارجوكي، هي تستاهل ده يحصل لها. فتحت عيني كالعاده لقيت ان كل ده حلم، وكنت على سريري ومفيش اي حاجه من اللي حصلت اصلا، والبنت في اوضتها زي ما هي مش بتتحرك. مش فاهمه هعمل ايه. لقيت العروسه اللي كنت بحلم بيها في الحلم على الارض، كانت جردل في حاجه شبه الدم بنفس اللي شفته في الحلم، وكان في خصلات، كان في خصل من شعر كمان. ايه ده، ايه خصل الشعر دي جت هنا ازاي؟ طيب انا هساعد البنت دي، هي صعبت عليا قوي واختها تستاهل بصراحه. مسكت العروسه وخدت خصل الشعر وعملت زي ما شفت في الحلم بالظبط. فتحت العروسه من بطنها وحطيتها جوه وخيطت لحد ما خلصت وغطست العروسه في الجردل اللي فيه لون الدم ده. بس الغريب اني اول ما عملت كده لقيت جسمي بدل يحصل له حاجات غريبه قوي. جسمي كان بيتخشب، حسيت بتقل في جسمي بطريقه غريبه قوي. وقعت على الارض، انا مش قادره اتحرك. شفت البنت واقفه عند الباب بتبتسم لي ابتسامه خبيثه وبتتحرك. قربت مني وقالت لي انتي مسكينه قوي، قدرت اقنعك قصه مش حقيقيه. ايوه للاسف انتي كنتي طعم عشان ارجع لحياتي تاني واكون طبيعيه. انا زهقت من نومة السرير وان انا ما بتحركش، انا عاوزه اعيش واتحرك. كان لازم حد تاني ياخد مكاني عشان اللعنه تنفك مني. لازم ارجع واعيش. وللامانه انتي كنتي هبله قوي وقدرت اخدعك. اخدت خصل من شعرك ونقلتلك اللعنه. دلوقتي انا اقدر اتحرك واعرف انتقم من اختي الشريره اللي حولتني المسخ نايم على السرير المشلول ما بيقدرش يتحرك. معلش سامحيني. بعدها قعدت تضحك بصوت عالي ضحكه شريره. معلش سامحيني.